السلام عليكم يا إخوان. في إشاعات كثيرة أن الشيعة كفار وما كفار. أنا قلت بنفسي ضروري نبحث في كتب الشيعة ونشوف هل هم كفار أم لا. شوفوا يا شيعة، يقول لك صاحب هذا الأمر رجل لا يسميه باسمه إلا رجل كافر، يعني أي شيعي يذكر المهدي ويذكر اسم المهدي فهو كافر. فما رأيكم يا شيعتنا؟ أيضا صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر. قال وسئل عن قال لا يرى جسمه ولا يسمى باسمه. قال وهو الذي لا يسميه باسمه ظاهرا قبل قيامه إلا كافر به، يعني أي شيعي يذكر اسم المهدي قبل أن يخرج فهو كافر. هنيئا لكم يا شيعتنا الأطهار. والله العظيم إني ضحكت لما شبعت وأنا أبحث في هذا الموضوع. يا أخي كيف الشيعة يخالفون دينهم النقي الطاهر. يقول لك ولا يحل ذكره باسمه. تخيل يا شيعي أن كتبك تكفرك إذا ذكرت المهدي الحجة صاحب العصر. بالله عليكم إمام يا شيعة مفترض الطاعة ومخفي باسمه وجسمه. مفترض الطاعة. تطيع واحد يتخيل يا شيعي تذهب إلى واحد تقول لها يا أخي عندنا إمام معصوم مقدس ممتاز خالق رازق مسيطر على ذرات الكون ضروري تطيعه يا ناس. الناس يقولون من هو يا شيعي؟ تقول ما أدري والله حرام. أنا أفدي دينك السري النقي الطاهر. كل شيء عندك سري يا شيعي. من شدة رعب الإمام الخالق الرازق المتحكم في الكون يقول لك من سماني في مجمع من الناس باسمي فعليه لعنة الله. المهم والله العظيم يا شيعة ما توقعت هذه أنا كنت أعتقد أنها رواية أو روايتين، طلعت كثيرة جدا. شفتهم كم ويحرم عليهم تسمية. واخ يعني يا شيعة شوف هذه تقريبا متواترة روايات أنه أي واحد يسمي المهدي عجل الله فرجه الشريف فهو كافر. إذا شيعتنا الأطهار كفار روحي لهم الفداء. أيضا نسمع شيعتنا يقولون خلاص الآن انتهى عصر التقية، نحن أقوياء، نحن سنتعاون مع الأمريكان ولا نخاف لومة لائم ونسب ونلعن ونشتم بدون تقية. وهذا دليل على كفركم يا شيعة. يقول لك إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو أعملكم بالتقية. قال فمن تركها قبل خروج قائمنا فليس منا. إذن يا شيعي أنت كافر بمجرد ما تكون شجاع وتسب وتلعن فأنت تعتبر كافر. أيضا يا شيعة عندكم من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر. عندما تقولون إن الخميني إمام معصوم فهو كافر. الإمامة له والعصمة له، هو الذي يقود الناس وهو معصوم. طبعا أنا أعطيكم دليل أنه معصوم. يقول لك في الحديث حقكم الراد عليهم كالراد على الله، يعني أنه ما يجوز لك أن ترد على المعصوم لأنه لا يخطئ أصلا. أي واحد يقرأ هذا الحديث يفهم العصمة. أي واحد ما يجوز لك تنتقده أكيد يعني لا يخطئ، أما إذا كان يخطئ فمن حقك أن تنتقده. إذن يا شيعة أنتم سرقتم الإمامة على أهل البيت إلى المراجع الذين لا يتكلمون ولا يعرفون العربية ولا يسمعون ولا يرون. أيضا يا شيعي مما يدل على كفرك أيضا يقول لك كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله. ما يجوز لك يا شيعي أن تكون لك راية أو فصيل أو ثورة أو أي شيء، هذا حرام في دينك النقي الطاهر. وإذا دعممت وأصريت فأنت تعتبر كافرا. شوف يا شيعي كم في أدلة على كفرك روحي فداك. أيضا يقول لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين ولو تمحصتهم لما خلص من 1000 واحد. يعني يا شيعة أنتم كفار على لسان الأئمة الأطهار. أيضا يقول لك يا أهل الكوفة إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. هذا اعتراف أنكم قتلة الحسين. أيضا الرواية التي تقول لو في الشيعة 313 واحد صادق لخرج المهدي، هذه دليل على أن أكثر الشيعة كفرة. ما قد وصلوا إلى 313.
يمكن في شيعي صادق 2 فقط، البقية كفار بنص الروايات. تقول لك لو في 313 مباشرة يخرج المهدي عجل الله فرجه الأقدس. شفتم يا شيعتنا؟ أتحداكم تردون على هذه. يا أخي إيش هذا الدين العجيب الغريب يا شيعي، والله العظيم إن هذه الكتب كلها تأليفات وترقيعات من ناس يعني ما يحق لهم أصلا نقل الدين، لأن نقل الدين خاص بالمهدي عجل الله فرجه الأقدس. ناس حاقدين، ناس ملخبطين، خرافيين يكتبون لهم بس. يقول لك ما يجوز لك تسمية المهدي عجل الله فرجه الأقدس. كيف إمام ما نعرفه؟ يقول لك أول شيء ضروري تعرف إمام زمانك، ولما تبغى تعرفه يقول لك لا يجوز تسميته.